مرحبا بكم في قناتي قناه كيكو بنكهه. اليوم ان شاء الله راح نديرو مع بعض كسكس صوص بلانش. اهو كسكس جزائري بحت. فوالا نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي كيلو تاع طعام كسكس. في الوقت اللي انا راح ندير له شويه زيت ونشمخو وجدوا الكسكاس فوق النار يكون يسخن. انا هنايا راح نديرو في الترموميكس في باغوما ايفور. فوق الطعام ندير عبر مغرفه ولا زوج تاع زيت، غير شويه هكذا نفتحو باش كي نفوروه يجي الحبات مزربعين. ندخل هذاك الزيت هكذا في الطعام تاعي. هذه العمليه نديرها قبل ما نرشو بالماء. بعد ما دخلت الزيت في الكسكس مليح نجيب هكذا ماء ونبدا نرش فيه. هذا كسكس دو كوميرس نرشوه بصح دابيتود الكسكس اللي مفتول في الدار نغسلوه مليح ونصفيوه في الكسكاس كي ينشف باش نبداو نخدمو فيه. وهذا تاع لو كوميرس غير نرشوه برك هكذا. هكذا نخلطوه برك هكذا شويه، نغطيه ونخليه يشرب مليح يريح في الوقت اللي انا نروح نحضر فيه المرقه تاعو. في لاكوكوط نحط عبر زوج مغارف تاع زيت، نزيد عليهم مغرف كبيره تاع سمن من الاحسن. انا خلاص لي راح ندير زبده. بعد ما سخن الزيت والزبده بدات تذوب نبدا نحط في اللحم تاعي. ديروا اللحم ولا الدجاج، المرقه البيضاء تجيب الدجاج وتجيب اللحم. فوالا نحط اللحم تاعي في لاكوكوط. نخليه حتى يحمر من تحت باش نقلبو. ماذا بيا ياخذ هذاك اللون الذهبي يجي بزاف بنين. نبدا نقلب في اللحم بالخط حمر لي. شوفوا اللون تاعو كيفاش راه شباب. نقلبهم كامل. شوف هذاك اللون كيفاش ديرو. وهنايا كامل قلبتو. عليه زوج حبات بصل كبار غابطين. خلط شويه نضيفو هذا اللفت تاع هنايا تاع لونجلتير. ما هنا زدت عليهم حبه لفت غابي تعطي كثافه للمرقه وبنه. نبدا نضيف لي زيبيس. عندي مغرف صغيره فلفل كحل وماذا بكم الفلفل الابيض باسكو مرقه بيضاء. وندير فوقهم رشه برك تاع قرفه ماشي بزاف باش المرقه ما تكحلش باسكو انا حنزيد نحط عود تاع قرفه غير شويه. نحط العود تاع القرفه، الملح مغرف صغيره. الملح كل واحد يدير على حسب الرغبه. هنايا بويون دو ليغوم هذايا في بلاصه الجامبو ديروا تاع الخضره ولا تاع الدجاج يجي شباب. انا نستعمل هذا تاع الخضره مغرف صغيره. هذا مكان لي زيبيس. كاين اللي يضيف لها راس الحانوت، انا ما نحبش نضيف راس الحانوت مع المرقه البيضاء. انا نخليهم يتقلاو مده 10 دقائق باش نمرق. خلاص بعد ما تقلى مليح مليح دوكا نمرق. شوفوا كيفاش راهو نمرق بالماء السخون. وكنضيف الحميصه اللي كنت ديجا شمختها ليله من قبل. نغلق كوكيو. نخلي اللحم يطيب 25 دقيقه. في الوقت اللي المرقه تاعي راه يطيب انا نجي نخدم الكسكس تاعي. وكان نفتحو غير هكا تلقاوه هكذايا شغل الكوتل عادي يتفتح
فاسيلمون هكذا. شوفوا دوكا كيفاش تفتح، كيفاش راهو هايل. دوكا نجيب الكسكاس ونعمرو فيه، نفرغو هنايا. تحبوا تحطوا الطعام ديريكت في باغوما ولا في الكسكاس، كيما انا نحب نحط الفوي هنايا يعاوني باش يخرج بالخف، تخرج لا فابور. نحط هنا ونعمرو، نزيد نفرغ الطعام اللي بقى لي. فوالا راني عمرتو كامل هنايا. نحطو يفور مدة 10 دقائق. هاهو فار الطعام تاعي. انا في هذه المرحله ما نحيش، نخليه هكذا في الكسكاس. انا نتبع طريقه يما وجامي نبدلها، نخليه في الكسكاس. ودوكا اللي نديرو الملح، ما درناش الملح في الاول. انا راح نديرو مغرف كبيره تاع ملح هكذا، برد 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون ولا زيت عادي. انا نحب ندير زيت زيتون هكذا. هنايا عندي ما دافي، دوكا نبدا نشمخ فيه، نغرقو مليح مليح ونخليه حتى يخرج كامل هذاك الماء. هنا درت له هكذا مغرفه باش يخرج كامل الماء اللي فيه، يقطر مليح. ومن بعد نرمي هذاك الماء ونفرغ الطعام في الجفن. الطعام تاعي بعد ما خرج كامل الماء دوكا نفرغه هنايا. بعد التفويره الاولى نبدا دوكا نرش فيه بالماء ونحكو بين يديا، نرطبوه شغل هكذا. حنا هكذا نخدموه كل واحد وطريقته. هذه طريقه يما، وجامي نبدلها هكذا. نخدم طعام بصح الريزولتا تاعو يخرج يزلق يزلق يزلق. نبقى هكذا ندير فيه هذه العمليه حتى ل10 دقائق. نزيد نرشو، نبقى غير نرش فيه ونحك فيه بين يديا. ما تكثروش الماء بزاف حتى يتعجن. المهم تعرفوا كيفاش كي يكون في يدكم يتزربع، لازم يبقى يتزربع هكذا. هنايا بعد ما جازت 10 دقائق وانا نحك فيه بين يديا، شوفوا كيفاش لازم يكون، ماشي معجن، لازم يكون هكذايا. وكنغطيه ونزيد نخليه يريح واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه باش نفوروا التفويره الاخيره، باش يشرب مليح مليح هذاك الماء ويريح. نعاود نغطيه ونروح نشوف المرقه تاعي، نفتح لها باش نزيد لها الخضره. المرقه تاعي راني فتحت لها، اللحم راهو طاب. شوفوا كيفاش جا فيها الوجه، الله الله، وراه يبان اللحم بلي طايب، بدا العظم يتسيبارا على اللحم راهو. دوكا نزيد الخضره تاعي غير 5 دقائق، نزيد نخليهم يطيبوا غير 5 دقائق ونطفي. نغلق ونخلي الخضره تطيب. انا درت غير 4 دقائق بس كطيب لي بالخف في هذه كوكيو. فوالا اوكي ستارت. وهنايا الطعام بعد ما ريح لي مليح، دوكا نبدا نعمر فيه هنايا في الكسكاس. نزيد دوكا نخليه يفور 10 دقائق، وهذه هي التفويره الاخيره. خلاص الكسكس تاعي راهو فار. هذه هي لا ديرنيير، شوفوا يتنحى بكل سهوله. وكنفتحوه هكذا. في هذه المرحله ديروا له سمن، كل واحد واش يحب. كاين اللي يحب الزبده، كاين اللي يحب السمن، كاين اللي يحب زيت زيتون. انا حندير له شويه زبده وشويه زيت زيتون. ندير شويه زيت زيتون ونبدا نخلط فيه حتى هذيك الزبده تذوب مع الطعام ويتخلط مليح.
وهذا هو الطعام تاعي كيفاش خرج. ما نحكي لكمش ريحته راهي في الدار تعبق، الله يبارك. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت دي لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. باي باي.